عاجل. نتائج شهادة البكالوريا دورة جوان 2026 تقترب، والآلاف يترقبون لحظة الحسم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. قبل ما نبداو، لا تنسوا دعمنا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد حول نتائج البكالوريا والتوجيه الجامعي. أيام قليلة فقط تفصلنا عن الإعلان الرسمي لنتائج شهادة البكالوريا 2026، وهي اللحظة التي ينتظرها مئات آلاف من المترشحين وأوليائهم في جميع أنحاء الجزائر بعد أشهر طويلة من الدراسة والتعب والضغط النفسي. حاليا تتواصل المراحل الأخيرة المتعلقة بمراجعة النتائج وإعداد القوائم النهائية قبل الإعلان الرسمي عنها من طرف وزارة التربية الوطنية. ومع اقتراب الموعد تزداد حالة الترقب والقلق بين التلاميذ الذين يحلمون كل واحد منهم برؤية كلمة ناجح أمام اسمه. وفي كل سنة تتحول ليلة النتائج إلى حدث استثنائي داخل البيوت الجزائرية، حيث تبقى العائلات مستيقظة في انتظار فتح الموقع الإلكتروني المخصص لإظهار النتائج وسط أجواء مليئة بالدعاء والأمل. يؤكد العديد من الأساتذة أن النجاح في البكالوريا لا يقاس بالمعدل فقط، بل بالإرادة والجهد الذي يبذله التلميذ طوال السنة الدراسية. لذلك مهما كانت النتيجة يجب أن تكون دافعا للاستمرار وعدم الاستسلام. كما ننصح الجميع المترشحين بالتحلي بالهدوء عند الإعلان عن النتائج وعدم القلق إذا واجه الموقع الإلكتروني ضغطا كبيرا في الدقائق الأولى، لأن الجميع يحاول الدخول في نفس الوقت. وتبقى البكالوريا محطة مهمة في حياة كل طالب، لكنها ليست نهاية الطريق، بل بداية مرحلة جديدة مليئة بالتحديات والفرص والطموحات. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يفرح جميع التلاميذ وأوليائهم بنتائج ممتازة، وأن يرزق كل مجتهد ثمرة تعبه. أخبرونا في التعليقات ما هو المعدل الذي تتوقعون الحصول عليه، وهل أنتم متفائلون بالنتائج؟ بالتوفيق لجميع مترشحي شهادة البكالوريا 2026، وألف ألف ألف مبروك مسبقا لكل الناجحين. اكتب لنا في التعليقات ما هو المعدل الذي تطمح إليه، واترك غيرك يدعو له لعلها ساعة استجابة.